واليوم ننظم الدورة التاسعة من مؤتمر نموذج الأمم المتحدة، والتي أطلقنا عليها نسخة غزة وفق الظرفية الآن والمستجدات الموجودة الآن في إطار الموضوع السلام والعدل في المؤسسات القوية. طبعا مجلس الشباب نموذج الأمم المتحدة يلتزم سنويا من تنظيم هذه الدورات من أجل طبعا وضع يعني الشباب في صلب القضايا الدولية المطروحة في المجتمع الدولي، ومجموعة من المقترحات والحلول من أجل طرحها مع شركاء الاستراتيجيين، منهم المركز الإعلامي للأمم المتحدة والشركاء التربويين والأكاديميين في هذا السياق. وطبعا هذا النشاط دائما يهدف إلى تكوين الشباب في الترافع في المهارات الحياتية وبناء قدراتهم وتعزيزها، هذا من جهة. وجهة أخرى رفع ووضع مقترحات وحلول على الجهات المختصة من أجل مناقشة القضايا العالقة في المجتمع الدولي. وهذا النشاط الذي نحاكي فيه الأمم المتحدة فهو نشاط عالمي معروف. دائما شباب تطوان حاضرين بقوة ومساهمين في القضايا الدولية المطروحة. واليوم في هيئة المحامين بتطوان نرى الشباب اليوم أتوا من مختلف الكليات والمعاهد وحتى من خارج مدينة تطوان من أجل أن يشاركوا وأن يسمعوا صوتهم في هذا المحفل يعني الدولي. وكذلك نشكر يعني الضيوف الكرام، ومنهم يعني وكالة بيت مال القدس والسفارة الفلسطينية، وكذلك يعني رئاسة جامعة عبد الملك السعدي وكل الكليات التابعة لها على الدعم والمواكبة من أجل ضمان استمرارية هذا النشاط. ويلتزم بطبيعة الحال مجلس الشباب نموذج الأمم المتحدة في سياق هذا النشاط من أجل أن يستمر دائما في تكوين الشباب وتأطيره وإعطائه فرصة لرفع يعني مقترحاته وإسماع صوته في المجتمع يعني بشكل عام. ونتمنى أن يكون هذا النشاط أن نحقق الأهداف المنشودة إن شاء الله بحول الله. شكرا لكم. كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.